حسام نبيل سامحهم يا يسوع لانهم لا يعلمون ما يفعلون. عادي، خلي يسوع يسامحنا عشان احنا قلنا عليه ملعون، معلش مثلا. لا وبعدين هو احنا بنقول اصلا عليه لما ملعون، دعا سامحنا. للاب يا فندم سمع له، ده حصل خراب اورشليم، فمعنى كده ان يسوع دعا للاب والاب ما سمعلوش. وهو يا ريته اتبع النص، بيقول لك يا يسوع سامحهم. يعني طب ما تقول زي ما قال طب ما يسوع، تقول ولا انت اذا كان مكسوف؟ الهك نفسه اللي انت بتعبده كان بيدعي لواحد تاني. انت متخيل انك بتعبد اله كان عنده اله بيعبده؟ يعني انت ليه المستوى درجه ثالثه يعني انت، ولا ما تعبد اللي عبده اله؟ لما انت تقول الله 3 اشخاص يا فندم، فما هي يعني انت الشرك ايه؟ يعني الشرك ايه بعد كده؟ انت بتعبد 3 اشخاص، انت بتقول انت فاهمها غلط. خلينا نبسطها لك. 3 اشخاص كل واحد له كيان مستقل بذاته، ده بيكلم ده بيكلم ده بيبعت ده وبينبثق منه ده. هنهرج بقى بعد كده. هفترض حاضر يا ال3 مانويل، ملايين حاضر. الكون، اذا هم 3. تعرف ان الكنيسه دي بيت شيطاني مش بيت لله، وبيسجدوا للاوثان فيها. يكفي ان هم بيعبدوا عيش. يعني انا جاي السجود لك. ده يقول لك سجود، ده انت بتعبد خمره. يعني انا واحد، انا معاذ، انا عمري في حياتي ما حطيت خمره على لساني، عايز اقول لكم، ولا قربت حتى منها. يعني كنت اشوفها كده، اشوفها في المحلات، انا ما كنتش بعد من، يعني لو دخلت مول مثلا بره مصر، لو دخلت مول فيه خمره ما بعديش من الممر ده. انتوا متخيلين؟ دول بيعبدوها يقول لك ده الله. ايه تاني؟ يعني ايه شيطان اكتر من كده؟